السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. الدنيا مقلوبة من امبارح على اليوتيوب. مقلوبة ليه؟ بسبب الداعمين اللي بيدعموا القنوات اللي هي ضد مدام هناء. بيدعموهم يعني بفلوس زي الرز، يعني بيدعموهم بفلوس كتيرة جدا جدا جدا. مين بقى هم دول؟ مفاجأة كبيرة. صراحة أنا مش مصدقاها. بيقولوا مين اللي بيدعم القنوات دي؟ الست أم بدر اللي هي صديقة مدام هناء. مش ممكن أصدق إن أم بدر تعمل كده أبدا. ده هي بتحب مدام هناء، وحتى لو حصل في خلاف بينهم وبين بعض، الست أم بدر عرفت خلاص إن مدام هناء ما غلطتش في حقها خالص. فالكل طالع والكل فرح، كل القنوات اللي ضد مدام هناء فرحانين جدا ان الداعمة ان هي ام بدر. لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة، هي ام بدر طلعت قالت انا اللي بدعم، ولا حد يعني داخل عايز يوقع بين مدام هناء وبين ست ام بدر؟ طب هي ست ام بدر هتستفيد ايه لما تدفع كل الفلوس دي كلها؟ ده ألوفات يا جماعة، ألوفات زي الرز كده، زي ما احنا بنقول عندنا زي الرز. ألوفات. الست أم بدر عليها ايه بخسارة كل الألوفات دي على القنوات دي؟ عشان ايه يعني؟ عشان زعلانة مع مدام هناء شوية تغرم كل الألوفات دي؟ وبعدين مدام هناء قالت ان خلاص ما بقاش في زعل دلوقتي، وان العلاقة بينهم وبين بعض كويسة. يبقى مدام ست ام بدر هتعمل كده ليه؟ صراحه دي انا مش مصدقاها. وطالعين فرحانين. مش فرحانين عشان كده وبس، فرحانين ان اللهم صل على النبي، ان القضيه اللي معموله لمدام هناء اتحولت دلوقتي. راحت الرياض تعمل ايه؟ الله اعلم. انا مش عارفه، يعني ما بعرفش اجراءات في السعوديه ازاي. احنا عندنا مثلا اتنقلت من محكمة لمحكمة كده، يعني انا مش بفهم في القانون، بس انا لحد الان محدش قال يعني ايه اتنقلت. راحت الرياض. ممكن تكون محكمة اكبر ولا حاجة، الله اعلم. الله اعلم. بردك هنعرف. بس يعني انا شفت كم قناة والفرحة اللي هم فيها عشان موضوع انها اترفعت وراحت الرياض. حاجة مش معقولة، يعني حاجة مش معقولة صراحة. يعني ليه الفرحة الشديدة دي؟ ليه فرحانين كده؟ الموضوع يعني قضية، حتى لو كانت الله أعلم الكلام ده صح ولا مش صح، عشان انا ما اقولش حاجه انا مش عارفاها. الله اعلم. صحيح في قواضي مرفوعه، ما فيش قواضي مرفوعه، في حاجه على مدام هناء زي ما هم بيقولوا ممنوعه من دخول السعوديه، بس مدام هناء بتقول هتروح وهتروح تعمل عمره كمان، ومفيش اي حاجه تمنعها من دخول السعوديه. المهم في كل ده مدام هناء ولا سألة في حد ولا بتشوف حد. هي عايشة في محتواها، في قنواتها، بتقدم كل يوم الروتين بتاعها، بتقدم الفطار بتاعها، بتقدم السحور بتاعها، وسايباهم اللي عايز يتكلم يتكلم. شاطرة والله يا مدام هناء انك بره الكلام ده خالص، عايشة حياتك بهدوء. ما شاء الله عليك يا مدام هناء، ربنا يبارك فيكي وفي صحتك وفي عمرك ويخلي لك بناتك يا رب. يلا يا بنات، عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.